قضية الإسكان أنا حضرت في مكان عام خاص في الشيراتون من 7 شهور، كانوا موجودين من عرض الموجودين صبح الملة اللي استغال الحين. ففي شيخ قاعد، شيخ جي ام ما له شغل بالحكومة وكذي، شيخ شاري راسه الرجال. سأل واحد قال له يا فلان ما تقول لي شنو قصتكم مع هالفقارة هالضعوف هالكويت؟ قال شيهم طال عمرك؟ قال عطوهم بيوت، عطوهم اراضي، الديره ايش كبرها؟ سعه، ايش فيكم؟ قال لا تدري التعليمات والاجراءات. قال له اقول لك انا فلان، لا تقص علي، لا تجنبزني، ماني عضو مجلس امه مقدم لك سؤال، عطني العلم، اطرح العلم قدامي. هذا لان هذا لو مسؤول حاطينه بكفاءه ما يخاف من الشيخ، بس لانه مسؤول بربع على طول خيش. قال طال عمرك كذي انا قاعد، طال عمرك احنا بس ناطرين موضوع اراضي السلام تنباع وخيطان المثمنه بس يرتبونها وبعدين يصير خير. قال له معطلين خلق الله علشان كم تاجر يبيع منطقه السلام ومثمن خيطان تردون اعاده توزيعه؟ قال له ايه يعني. قال له منو معطيك التعليمات هذه؟ قال له لا يعني هي رساله. قال له رساله؟ قال له من منو؟ من صاحب السمو؟ قال لا. قال له من سمو العهد؟ قال له لا. قال له من سمو رئيس مجلس الوزراء؟ والله انا قاعد يا جماعه. قال له لا. قال له من منه؟ انت بنم عينك عبب عينك. وطلعنا نضرب اخماس في اسداس. هذه القضيه انتم مش مهمين بالنسبه لهم. انتم مين بالنسبه حق المتنفذين في البلد؟ ما تعلموني انتم شنو؟ يخلصون هم شغلهم بعدين يجونكم. ناطر بيت قاعد ب100 متر مو مهم. التعليم متردي، مدارس مدري ايش مو مهم. هم عيالهم مدارس خاصة متنفذين مو مهم.